ده اوسخ انسان انا عرفته في حياتي. ريم يا رحيم، ريم بتأذيني بنت يا رحيم؟ ده انت شلتها بايدك وهي لسه لحمه حمراء. ريم يا رحيم، وانت تصدق اني ممكن اعمل كده يا حلمي؟ لو انت مصدق اني ممكن اعمل كده في ريم اقتلني. في ايه؟ ضرب النار ده جاي منين؟ ها؟ تعالى يابا تعالى. في ايه؟ ايه ضرب النار ده؟ في ايه؟ حد يرد عليا، في ايه يا رحيم يا ابني؟ في ايه يا حلمي؟ اسأل ابنك الكبير يا حاج. ايه؟ اسأله عمل ايه مع بنت صاحب عمره؟ الكلام اللي بتقوله ده يا حلمي معناته ايه الكلام ده يا رحيم؟ طبعا مش لاقي كلام تقوله. استهدى بالله يا ابني فهمني ايه اللي حصل بس؟ ما تقطع، قول لابوك عملت ايه؟ انا خلاص الكلام بالنسبه لي مات. استهدوا بس بالله يا جدعان، ده انتوا عشرة عمر. طب والختمة الشريفة دي عين وصابتنا. ام بسمة بطلي رغي، خد امك واطلعي بره. قلت حاجة. طب وعزة جلالة الله ده شيطان ودخل ما بينكم، هو ايه اللي حصل بس يا رحيم؟ بس مش عايز اسمع كلمه. حنان، الأوضة بتاعتك هنا. الأوضة بتاعتك هناك. يعني انا منزلاكي عشان تفضلي سرحانه كده ولا عشان تاكلي وتفتحي نفسي؟ انا نزلت معاكي عشان انتي زنانه، لكن انا لا عايزه اكل ولا عايزه اتنيل. والله الواحد مش عارف من ساعه ما جه البيت ده كل حاجه فينا اتغيرت. او النعمه، يعني تحس ان البيت ده ريحه مش حلو. تصدقي وتامني بالله لا اله الا الله، انا من ساعه ما جيت هنا مش عارفه اتلم على هشام. واللي حصل امبارح مع عم رحيم وعم حلمي، تحسي البيت ده اكيد مسكون. ما احنا طول الوقت كانت عيشتنا هنا يا بسمة. امال ايه اللي حصل بس؟ القصر ملوش ذنب، الناس اللي فيه بقى. انا مش قصدي اللي جه في بالك يا ستي. والله انا ما مصدقه ايه اللي حصل ده. وهو مين اللي مصدق؟ ولا انا طبعا. بس انا حاسه ان عم حلمي ورحيم صحاب من ياما، هيتصفوا تاني. يتصفوا بقى ولا ما يتصفوش؟ وانا كنت خدت ايه يعني من وقفتهم سوا غير المصايب؟ حبيبتي ربنا يرجع لك اللي غايب. بقول لك ايه بقى، لازم تدوقي الاومليته دي، ده انا عاملاها بايديا. الحاج بدر بيقول عليا ان ما بعرفش اعمل اي حاجه. دوقيها وقولي لي رايك. اومليته؟ ايوه استني دوقيها، مستني. استغفر الله العظيم يا رب. يلا يلا بسم الله بسم الله. خدي بس يا بسمة بس ابعدي عني. ها، عامله ايه؟ طمنتي عليها؟ بتقول كويسة
والعاشر مرة اسألها تتعصب عليا وما ترضاش ترد. معلش، سيبيها براحتها شويه كده واطلعي لها. انا عايزك تعرفي لي منها هو ايه اللي حصل بالظبط. ما تخش لها انت، دي روحها فيك، هتقولك على كل حاجة. نفسي اعمل كده، نفسي اخدها في حضني، بس مش قادر. مش قادر ابص في وشها، خايف لا تسألني وتقول لي انت ازاي تعيشنا مع حيوان زي ده بدل ما تحمينا. ما تحملش نفسك فوق طاقتها، البت كمان كويسة وعاقلة وفاهمة. فاهمة ازاي بس؟ إذا كنت أنا مش فاهم، ده رحيم اللي أنا بعتبره أخويا وصاحبي وعيلتي يضربني في ظهري، يضربني في رجولتي، يبص على أهل بيتي. هو ده رحيم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رحيم. يا رب يشوفها في أخته ولا في حد من أهله، وتبقى فضحته على كل لسان قادر يسمع مني ربنا. حتى لو ما شافهاش فيهم، أنا هخليه يشوفها في نفسه. الخسيس الجبان عايزك توجعه زي ما وجع بنتك وكسفها قدام عيلته. هيحصل وساعتها هيعرف مين هو حلم العجاتي. رحيم، انت دخلت هنا ازاي؟ عاوز اتكلم معاكي. اتفضل. ليه ما كلمتنيش الفترة اللي فاتت؟ كنت هكلمك بس علشان موضوع تاني خالص غير الموضوع اللي في دماغك ده. موضوع ايه؟ قولي انت الاول عايزني في ايه، علشان يمكن لو سمعت اللي عندي ما ينفعش نكمل تاني. أنا دلوقتي اتأكدت من إحساسي. الدنيا كلها بقت فوق دماغي. كل واحد حواليا ماسك في ايده شاكوش وعمال يضرب فيا بعزم ما فيه. ولحد امبارح كنت حاسس اني ضربت اكبر ضربة في حياتي. لكن بعد كلامك ده حسيت ان لسه في جوايا حاجة اخاف عليها. انتي. شكلك شايل حمل كبير قوي وكابس على نفسي، مش عارف اخلص منه ازاي. كان نفسي احكي لك بس مش هينفع. ليه؟ عشان لما كلمتني ما ردتش عليك؟ علشان اللي حصل ما ينفعش يتحكي. امال انت جاي هنا ليه؟ علشان اول ما حسيت بالضعف ما فكرتش غير اني اشوفك، ان ابقى جنبك. ومن امتى رحيم السيوفي بيحس بالضعف؟ في اللحظة اللي هحس فيها بسوتك عليا. الأسوأ إنك تفقد الثقة في كل اللي حواليك. كل ما تحاول تقرب لحد تلاقيه هو أبعد واحد عنك. أنا عمري ما كنت بعيد عنك. رحيم، أنت دايما بتحاول تقرب لي بأي وسيلة، صح؟ ولولا المشكلة اللي أنا وقعت فيها ما كناش قربنا من بعض تاني.
انا مش فاهم انت عايزه تقولي هذا ليه. هفهمك كل حاجة. اهلا اهلا اهلا. انا قلت اجي ابارك لك على حقك اللي رجع لك. الله يبارك فيك. وانت لسه عارف دلوقتي انه حقي؟ لا انا من الاول خالص عارف انه حقك. بس هي امينه بقى الله يرحمها كانت عايزه تكوش على كل حاجه. كنت عارف ان الفتره اللي فاتت دي كنت متجدف وماشي جنب الحيط وبقول يا رب ما حدش ياخد باله مني. كل واحد بياخد على قد نيته. اللي بيعمل خير بيلاقيه، واللي بيعمل شر بيطلع فوق دماغه. اكيد اكيد. عارف يا حلمي احنا جينا الدنيا دي ليه؟ علشان نتفرج على الناس واللي بيحصل لهم وناخد عبره وعظه ونروح. علشان كده انا جاي لك دلوقتي بقول لك ايه بقى؟ نفتح صفحه جديده؟ ده ايه الايمان اللي انت فيه ده؟ الحمد لله. كل ده عشان الشحنه بتاعت المصنع بتاعتك اللي مرميه في الدنيا؟ لا خالص، اللي بينا اكبر من كده قال. طب اسمع بقى اللي هقوله لك كويس. الشحنه بتاعتك دي مش هتتحرك خالص. ما انا ممكن اخرجها عن طريق شركه تانية. وماله؟ حقك. نجهز لك ورق الشحنه بتاعتك ونديهولك وفوقيه 100 بوسه وروح اي شركه تانية. بس انا عايز اكمل معاك. بس طبعا ما تشوف الورق يكون الشحنه اتسرقت او طلع فيها عيب فترجع او تتعدم على ايه؟ قديم يا عمده. انت عارف يا حلمي الشحنه دي بكام؟ عارف. وعشان كده انا بقول لك الشحنه بتاعتك دي مش هتتحرك من يمينها خالص. حلمي بلاش اللعب ده معايا. اوكي؟ ولو انت ورحيم متفقين ان اسمع، انا اسمي حلمي العجاتي، انا صاحب الشركه دي، ومفيش مخلوق بيتدخل في اللي انا عايز اعمله. لا رحيم زفت بقى ولا غيره. واو واو وات اكسبريشن. رحيم زفت؟ لا جديده دي يا حلمي. عماد، انت مش خلصت اللي انت جاي له؟ سيبني بقى عشان انا عندي شغل كتير. اوكي يا ابو الاحلام، مبروك. بس تعرف يا حلمي انك انت حظك حلو عشان انا لسه ما زعلتش. انت عارف انا لما بزعل بعمل ايه؟ عارف. احمد بيه، انا محتاج اشوفك ضروري. آخر حاجة عرفتها من أحمد الديب قال لي إن التحريات بتقول إنه هو وهشام صحاب. هشام؟ وصاحب هشام هيعمل كده ليه؟ وانت ازاي تروحي لاحمد الديب من ورايا؟ رحيم ما تسألنيش أنا بعمل إيه وليه. وبالنسبة لموضوع هشام بقى أنا عايزاك أنت اللي ترد على السؤال ده. انت لسه بتشكي فيا؟ حط نفسك مكاني وقول لي هتفكر إزاي. انا ما بعملش حاجه غير اني حاطط نفسي مكانك. عارفه ليه؟ لان انا عمري ما حسيت غير اننا واحد، ونفسي انت كمان ترجعي تعرفي ده. كان في حاجات كتير أعرفها بس اتغيرت الفترة اللي فاتت. الا انا دالي اللي جوايا ناحيتك عمره ما اتغير. ويمكن ما عنديش اجابه لسؤالك بخصوص موضوع هشام، بس صدقيني انا مش هسكت الا لما اعرف الاجابه. مش بس عشان ترجعي لي، لا، علشان ثقتك في اللي حواليكي ترجع زي ما كانت، علشان ترجعي داليا اللي اعرفها، داليا بتاعت زمان. هشام، انت فين؟ لا خليك، انا جاي لك دلوقتي.
يا ريم، ليه يا حبيبتي اللي انت عامله في نفسك ده؟ عامله في نفسك كده ليه يا حبيبتي؟ انت لازم تاكلي. انت ما بتاكليش ليه؟ اتكلمي يا حبيبتي، خرجي يا اختي اللي جواكي. طيب اذا ما كنتيش تتكلمي مع عمك هتتكلمي مع مين؟ قولي لي يا اختي، باسك؟ حضنك؟ عمل ايه؟ ماما لو سمحتي انا مش عايزه اتكلم. يا اختي اوكي، ما تتكلميش بس طمني قلبي، لحسن اقع منك في الارض ما اقومش. لو سمحتي ماما، لو سمحتي بجد مش عايزه اتكلم. حاضر. طب يعني هو ما قربش منك؟ ها، ردي على امك. ماما مش عايزه اتكلم. طيب مش هتكلم تاني. طب انتي رحتي عنده المكتب ليه؟ عادي، كنت ماشيه هو نده عليا فرحت له. وايه اللي دخلك؟ انا مش فاهمه انت دلوقتي بتحققي معايا ليه؟ هو مين الظالم ومين المظلوم؟ انا مش فاهمه يعني. انا ما بحققش معاكي والله. طب خلاص ماشي، مش هسألك تاني، بس انتي لازم تاكلي عشان عندك مذاكرة وعندك جامعة لازم تروحي. وما تخافيش، ابوكي هيفضل ولا حقك لحد ما يجيب، هيجيبه تالت متلت. ما تخافيش يا ريم، تعالي في حضنه.